رسول الله. معاكم عزة عواد من مطبخ عزة عواد. النهاردة هنعمل صدور الفراخ بطريقة حلوة قوي. تمام. معايا وهعمل جنبيها رز بسمتي. يبقى معايا صدور فراخ، معايا حبايتين بيض، معايا رز بسمتي، معايا البهارات اللي هستعملها مع الفراخ، ومعايا البقسماط ده اللي هعمل بيه الفراخ. خليكم معايا وصلوا على رسول الله. هنبدأ نعمل ايه؟ هبدأ اجيب الفراخ اقطعها، بسم الله الرحمن الرحيم، بالطريقة دي. تمام كده. بتقطع كده. بصوا يا جماعه، الفراخ دي انا كنت متبلاها بميه بصل وفصين توم وشويه فلفل اسمر. بتبل الحاجه وبشيلها على اساس ان انا اما ابقى محتاجه اعمل حاجه في اي وقت ومستعجله بعملها. تمام. يبقى ادي الفراخ اهي اتقطعت اهي بالطريقه دي. خلاص كده خلصنا البلانشة. يمكن دي هنعمل ايه بقى؟ ادي حبيتين البيض، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي فلفل اسمر، وهبدأ أضيفهم على الفراخ اللي أنا متبلاها بمية بصل وفصين توم وفلفل أسمر. تمام. ادي اهو، وهسيبها في التتبيلة دي لمدة نص ساعة. بعد كده هقول لكم هنعمل ايه. صلوا على رسول الله وادعوا لأهل فلسطين ربنا ينصرهم، آمين يا رب العالمين. صلوا على رسول الله. الرز اهو هنقعه في ميه مغليه لمده 10 دقايق. تمام. خلاص ده كده بقى نركنه. ادي الفراخ اللي اتبلت اهي. هبدا اجيبها بعد ما سبتها في التتبيله حوالي نص ساعه. هبدأ أغلفها بالبقسماط كده. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على رسول الله. ادي الحلة حطيتها اهي، وهبدأ احط معاها ده زيت وسمنة. تمام. هبدأ احط الرز، وهبدأ احط التوابل بتاعة الرز، الملح وتوابل الرز وشوية فلفل. بس كده. هبدأ بقى احور الرز مع السمنة والزيت. وهنا هبدأ بقى الزيت يسخن واحط احمر الصدور. الزيت غلي اهو. هبدأ احط صدور الفراخ. تمام.
وادي الرز اهو بيتحور مع السمنه والزيت، وبغلي ميه في الكتل علشان اشرب. خليكم معايا. بصوا يا حبايبي، طول ما انتوا بتحمروا كده بصوا البقسماط ده، بواقي البقسماط ده يحرق الزيت. على طول كده نضفي الزيت بمصفى زي دي كده، يفضل معاكي الزيت لحد اخر قطعه. حلو جدا ومش محروق، ما يتحرقش منك ابدا. صلوا على رسول الله، عليك افضل الصلاه والسلام يا حبيبي يا رسول الله. ادعوا لاهل فلسطين، ادعوا لهم. شوفوا بقى طبق السلطه بتاعي، حاجه كده جميله. هنا بقدونس وجرجير، هنا خيار، ليمون، طماطم، بصل، فلفل. هنعمل بيهم احلى طبق سلطه. خليكم معايا. بصوا يا حبايبي، وده كان الشكل النهائي لصدور الفراخ اللي معموله بالبيض وبالبقسماط ومتبله بميه بصل وفصين توم بس، وشويه فلفل اسمر وشويه ملح. ده الرز البسمتي، دي السلطه الجامده الجميله. الف هنا وشفا للي هياكل. كنتم مع عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ما تنسنيش في اللايك والشير، وادعوا لأهل غزة وفلسطين، ربنا ينصرهم إن شاء الله. أنا كنت سعيدة أن أنا كنت معاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.